اهلا بيكم في سلسلة فيديوهات على الماشي ونصايح لكل عروسة. اول نصيحة معانا النهاردة، وانتي بتشتري الفوط حاولي تجيبي الفوط الوانها هتكون هادية عشان بتبقى متناسقة في الدولاب كده وشكلها شيك جدا. وابتعدي كمان عن الفوط اللي بيبقى فيها جبرات من تحت كتير او شغل كتير، لانها مع الغسيل بتلم ومبتبقاش احسن حاجة في الاستخدام. وكمان يا جماعة بلاش العدد الكبير في الفوط، حاولي تجيبي اللي انت هتستخدميه. يعني طبعا انت هتستخدمي فوطة صغيرة، فوطة نص بشكير، فوطه وسط. حاولي تجمعي من كل مقاس العدد الفوط اللي انت هتحتاجيه، وبلاش الافوره الجامده في اعداد الفوط زي ما بشوف من عرايس كتير. بصراحه بيجيبوا اعداد رهيبه، وفي كمان عرايس عاقله كده وبتبقى عارفه هي عايزه ايه. فلازم اول حاجه التخطيط، تخططي انت عايزه ايه والكميات اللي انت عايزاها واللي هتستخدميها. مش هنملى الدولاب وخلاص. واهم حاجه البراند اللي انت بتختاريه يبقى كواليتي محترمه عشان نسبه القطن بتاعته تبقى عاليه ويبقى ممتاز معاكي في التنشيف. طبعا احنا دي اول نصيحة لينا، وان شاء الله انتظروني في سلسلة فيديوهات ونصايح لكل عروسة في جهازها. وان شاء الله كل يوم هنزل لكم نصيحة بالملايات والمفروشات اللي انت هتحتاجيها لكل عروسة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وقابلكم في نصيحة جديدة.